مستحيل العدالة الجزائرية ومستحيل الأمن تاعنا يفوت أمور كما هكذا تمر مرور الكرام، ولكن كما قلت نحن نؤكد على ضرورة أنه يكون كاين تحقيق قضائي في الموضوع. حابين نسمعوا ونقرأ ونشوفوا بيان صادر من السلطات العليا في البلاد، سواء وزارة العدل ولا إدارة السجون، ولا لأنه الرجل تكلم يعني كيفاه يعني الإجراءات اللي كان يتكلم عليه بها ماهيش إجراءات قانونية، ما يعرفهاش إطلاقا القانون النسوة هو ولا الطفلة، سواء إجراءات إحضارهم وإجراءات احتجازهم ثم سجنهم ثم الحكم عليهم بسرعة ثم حبسهم ثم مجريات التحقيق معهم كانت كارثية على حسب ما سمعنا. علاش ولماذا وكيف؟ هذه معليش ما يكونش يعني احنا السلطة ما يلزمش تكون عندها عقدة من هذا المواضيع. صرات احنا على بالنا باللي الفساد موجود في كل مكان، ما نقدروش احنا نقولوا باللي احنا رانا جنة الله في الأرض. المكان الوحيد اللي ما فيش الفساد هي الجنة، دون ذلك كاين الخير في بلادنا وكاين الشر، فنتعاونوا ضد الشر اللي يكون موجود. إذا كاين ناس فاسدة مشات في هذا الموضوع لازم يتحقق معهم ولازم يدوا عقابهم. عندناش حنايا، وانا شفتوا هذا ياسين بن شطاح يظهر لي باللي انسان ناضج وانسان ذكي وانسان عاقل وانسان يعني مؤلف كتب وفاهم جيدا العمل تاعو، فعلاش نخلطوا الامور هذه؟ يعني لا انا مانيش حاب نكون معول هدم ولا نكون اخبار ونسمعوا في اخبار. يعني والله قبل البارح خلونا نبداو القصة منين بدات. بالنسبة لهيئتي المرصد الوطني للمجتمع المدني، وهي هيئة دستورية طبعا تعرفوها تم استحداثها بموجب الدستور، والهلال الأحمر الجزائري أيضا مؤسسة تطوعية معروفة ومرتبطة أيضا بتنظيم عالمي يتعلق ويخص أعمال الإغاثة والإنقاذ وإلى غير ذلك ومساعدة المحتاجين. الهلال الأحمر الجزائري اللي هو منظمة عريقة في العمل التطوعي ومرائدة طيلة سنوات. كانت هذه المؤسسة رائدة في الأعمال الخيرية ووجدت في أكثر مناطق العالم يعني سخونة. يعني حتى في وقت اللي كانت العراق في الحرب كان الهلال الأحمر الجزائري يصل بمساعدته إلى هناك. غزة في مناسبات أخرى غير هذه المرة الأخيرة يعني كان الهلال الأحمر سباق دائما موجود. إذا وجد حتى عند الإيغور، وجد في بورما، وجد في أفغانستان، وجد في كل المناطق، لبنان في المناطق اللي ضرب فيها زلزال أيضا كان الهلال الأحمر موجود. يعني كان موجود حتى في المروك في الزلزال نتاعهم في 2006 كان موجود الهلال الأحمر الجزائري وأبلى بلاء حسنا هناك، يعني باش ما يبداوش المرار كيديرونا في المشاكل. في إيران، في تركيا، في كل مكان الحمد لله عندنا هذه المنظمة والهيئة هذه تاع الهلال الأحمر الجزائري هيئة عريقة وقوية جدا ومتمكنة، خاصة أنها تحظى أيضا بدعم الدولة. الذي حدث أنه هذه هيئة الهلال الأحمر والمرصد الوطني للمجتمع المدني هو هما قلت لكم هيئتان. الغريب هذا المدة الأخيرة أنهم تحت قيادة السيدة ابتسام حملاوي، والحمد لله. أنا في هذا المنبر قلتها مرة مرتين ثلاثة، يا ودي ما يقدرش ما كانش إنسان عادي يقدر يشد منظمتين كبيرتين هذا المستوى. يعني واحد ما يقدرش، واحد وحده ما يقدرش. الهلال الأحمر وحده مسؤولية كبيرة جدا، ولازم له متابعة ولازم له تفرغ تام باش تقدر توصل
توصل المساعدات للناس اللي محتاجينها، سواء في داخل الوطن وما أكثرهم، أو في الأحداث التي تقع حولنا. يعني غزة في الأيام الماضية لما كانت الأزمة في شدتها، والآن في هذه الأيام الهلال الأحمر كان مطلوب أنه يكون موجود، ولكن ما شفناهش بنفس الزخم اللي كنا نشوفوه بكري، ولا ما شفناهش قاع المرة هذه.